بسم الله الرحمن الرحيم. آه. بصوا بقى لنا 3 شهور كاملين ما عملناش فيديو واحد خاص بالشانل عندي. يعني عاملين ايه يا جدعان؟ ايه الاخبار؟ وحشني جدا والله. بصوا قبل ما نخش كده في المهم، كانت الفيديوهات اللي موجوده على الشانل قبل كده كان فيها الانترو الطبيعيه بتاعتي اللي فيها طبله وفيها حواجب كده بتتحرك، بس انا بصراحه مؤخرا ما كنتش مستريح قوي مع قصه الطبله، فبقالي فتره شغال على انترو جديده تكون خاليه تماما من المزيكا، لاني عرفت الموسيقى اللي محطوطه في الانترو فيها حرمانيه، فحبيت ان انا ابعد عن الشبهات تماما. فعملنا انترو جديده وساعدني فيها صاحبي وصديقي صهيب الدسوقي، من الناس الانيميتورز اللي انا بحترمها جدا، بحترم شغلها جدا، وهتلاقوا الشانل بتاعته موجوده في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. وعملنا الساوند ديزاين كمان ليها وكل حاجه. فخلينا نتفرج على الانترو ونرجع للفيديو مره تانية. ويا مساء الفل ايفري بودي، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. وزي ما انت شفت كده الانترو الجديده يعني ما فيهاش حوارات كتيره خالص، يعني الموضوع سيمبل، بس حاولت ان انا في بدايه الانترو ان انا ابين نوع من انواع ان يبقى في حاجه لها علاقه بالاديوكيشن وحاجه لها علاقه بالانجلش اديوكيشن او تعليم الانجليزي بشكل عام، ولكن في اطار كوميدي، ومتضاف عليه نوع من انواع الاكتيفيتي، ان في اكتيفيتي جايه وفي نشاط جاي كبير، وان فيديوهاتي ما بتبقاش نايمه زي ما انتم عارفين. حاولنا نختصر ده كله في عدد الثواني اللي انت شفتها في الانترو دي، فاكتب لي رايك في كومنت على الانترو. انا نقلت الاستوديو بتاعي، الاستوديو القديم بتاعي اللي كنت بصور فيه الفيديوهات اللي انتوا كنتوا بتتفرجوا عليها كان استوديو تقريبا 3.5 في 3.5، دي مساحه الغرفه اللي انا كنت موجود فيها، فكانت الى حد ما ليميتد، او اللي هي مش بتديني كادرات واسعه، مش بتديني اوبشنز ان انا اصور باماكن مختلفه. حتى لو لاحظت ان هتلاقي كل الفيديوهات اللي عندي في الشانل السنين اللي فاتت او اخر سنتين 3 هتلاقيها كلها تقريبا من كادر واحد. الحاجه الوحيده المختلفه كانت في كورس البيزنس انجلش بتاعي، واللي صورته في نفس الاوضه ولكن بكادر مختلف، ده كان الكادر المختلف اللي اقدر اخده في الاوضه دي بس. فقلت طب خلاص خلينا ننقل بقى نقله نوعيه ونروح على اوضه ثانيه اوسع شويه. فالحمد لله نقلنا الاستوديو اوسع، تقريبا المساحه هنا اللهم بارك 6.5 في 4، وهتديني اوبشنز مختلفه وزوايا تصوير مختلفه جدا. الديكوريشن بتاع الاوضه ما اكتملش لسه 100%، ولكن يعني هتابعكم ان شاء الله كده بالجديد، ودي ممكن نبقى نعمل عنها فيديو تاني مختلف خالص بيتكلم بس عن الاستوديو الجديد. طيب بعد النقله دي مستنيين ايه الفتره اللي جايه؟ هنكمل في الفيديوز العاديه بتاعتنا، ولكن هنروح اكتر للشورتس. يعني من ضمن الحاجات اللي انا بفكر فيها الفيديوهات اللي بتبقى في نص الاسبوع تبقى مجرد شورتس، يعني الفيديو لن يتعدى الدقيقه، ولكن كل اسبوع يبقى فيه فيديو كبير بينزل كل يوم جمعه. دي البلان بتاعتي لغايه دلوقتي، وان كيس لو في اي تغييرات هتعرفوا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. وكمان هنعمل بودكاستس، ودي بقى لسه بطبخ لها الافكار بتاعتها، لان مش هعمل بودكاست عاديه كده، هتبقى بودكاست بافكار غريبه شويه. والخبر الحلو بالنسبه لي انا شخصيا كمان، ممكن يبقى بالنسبه لناس كتير، ان احنا ان شاء الله هنبدا نكمل في كيت كاستس. حلقات الكيت كاستس اللي نزلت قبل كده كان مجرد بودكاست مع اطفال، يعني بشكل فاني كده، واخد ريحه تربويه صغننه، وده كان مجرد موسم تجريبي. ان شاء الله الموسم الاول هيبدا قريب جدا، واحنا دلوقتي في مرحله الاعداد بتاعته. انا ما بحبش ان انا اقطع كتير عن الفيديوز، ولكن عشان اصالحكم المره دي تعويضا عن الفتره اللي انا ما عملتش فيها فيديوز دي، عملت حاجه حلوه قوي، وسامحوني اللي عرف عنها اول ناس، الناس اللي معايا في تليجرام. الناس اللي معايا في تليجرام يعني بص قلب كبير يابا، ولو انت معايا في تليجرام سيب لي قلب في كومنت عشان اعرفك وهجيبك. المهم اللي انا عملته حاجه اسمها سيرفر ديسكورد خاص بيا وبيكو للبراكتسنج فقط. ديسكورد هو سوفت وير وابلكيشن كمان موجود على الموبايلات، يعني سوفت وير على البي سي وتقدر تستخدمه كمان كاب على الموبايل. هو دلوقتي اللي بيستخدموه الجيمرز اللي انا منهم، يعني نقدر نتكلم ونعمل شات واحنا بنلعب، والصوت فيه واضح جدا وكلير قوي، وكمان الكواليتي حلوه جدا. في حاجه اسمها سيرفرز فيه، واللي هي شبيهه شويه بفيسبوك جروبس، حاجه بسيطه كده، ولكن واخده اكتر طابع الاونلاين ميتينجز. فلما تخش السيرفر ديسكورد بتاعنا اللي هتلاقي اللينك موجود بتاعه في الديسكربشن، هتلاقي على الشمال كده زي ما انت هتشوف في الفيديو دلوقتي متقسم ليفلز. فانت لو عامل بليسمنت تيست او حتى متوقع الليفل بتاعك فين بالظبط، هتقدر تعرف انت محتاج تخش انهي تشانل عشان تعمل براكتسنج. لو ما لقيتش حد موجود في الشانل، خش واتش شويه في الشانل، ممكن تلاقي حد يجي يعمل براكتسنج معاك مني انا او انتوا كمتابعين. يعني انا لن اوعدك ان انا هبقى موجود على طول في سيرفر ديسكورد معاكم يعني على الفويس شانل، ولكن اللي اقدر اوعدك بيه ان هو يحصل ان شاء الله من وقت للتاني. فدي حاجه موجوده عندك انت تقدر تعمل بيها براكتسنج الانجليش بتاعك في وقت فراغك، ومع ناس شبهك وعندهم نفس التارجت، بحيث ان انت ما تخافش ان انت تنطق غلط، وهنا اوعى تعرف الصح وتخليه جواك. كمان هتلاقي خصم خاص للبيزنس انجلش كورس بتاعي موجود في الديسكربشن بتاع الفيديو، وكمان تقدر تدفع عن طريق فودافون كاش لو انت عايش في مصر يعني وعندك مشكله في الفيزا. وهتلاقي برضو رقم عليه واتساب، مش مكالمات، واتساب بس، موجود في الديسكربشن في الفيديو ده. بس كده، انا حبيت بس اشارك معاكم من النقله النوعيه اللي حصلت لي، اللي هي نقله الاوضه او الاستوديو من الاستوديو الصغير للاستوديو الكبير، وان شاء الله الفتره الجايه يبقى فيها برودكشنز وانتاجات كتير قوي. كل سنة وانتم طيبين، وشهر سعيد وشهر كريم وسنة سعيدة عليكم جميعا. و thank you so much for watching، واشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي.